كم يحتاج اللبناني ليعيش شهرياً؟ 1100 دولار هو رقم الحد الأدنى الذي يحتاجه اللبناني شهرياً أقله للبقاء على قيد الحياة. الأرقام تكشف المعركة التي يقودها لبنانيون يعانون من أزمة أجور، فالإيجار لا يقل عن 100 دولار في أي منطقة لبنانية، والسلة الغذائية تصل إلى 400 دولار وما فوق. الدواء أصبح بالدولار، والمياه ارتفع ثمنها مع الطلب الكبير، والمدارس أقساط وكتب وقرطاسية تثقل الكاهل أكثر، بالإضافة إلى موجة زيادات ستشعل المعركة بين الأهل والإدارات. المشكلة لا تقف عند الأرقام، فاللبناني اليوم محاصر بين دولار كاملة ودخل لا يواكب التضخم، أي راتب متوسط لا يغطي حتى نصف الحاجات الأساسية. فالدواء يشكل ميزانية كبيرة تتخطى 100 دولار عند معظم اللبنانيين، هذا ولم نتكلم بعد عن الأمراض المزمنة والعمليات الكبيرة، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الكهرباء التي لم تعد تقل عن 50 دولار وتكون ملزمة باشتراك مقطوع يتخطى 100 دولار في بعض المناطق، إضافة إلى المحروقات، الإنترنت، الهاتف، الحاجات المنزلية والشخصية، وضغوط فصل الشتاء لتأمين التدفئة ومستلزمات المدرسة الشهرية، وكلها تعتبر حاجات أساسية لا يمكن التخلي عنها. العيش لم يعد مسألة رفاهية بل صراع بقاء. الأسرة تؤجل شراء الدواء أو تقطع من فاتورة الغذاء لتدفع الأقساط، والتخلي عن الكماليات أصبح قاعدة، لكن الأخطر أن الأساسيات نفسها باتت صعبة المنال.